صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى عامل لكم احلى طبق كشري كده. انا لسه عاملاه من قيمه يومين، بس قلت هنزله لكم النهارده. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد على قناه يوميات بيت العيله. بصوا الكشري ده يعني انا بعمله احلى من المحلات، طريقه سهله وجميله، والله ما خد وقت. يا ريت يعني الكشري ده ما بيتاكلش بره، بيتاكل في البيت من حلاوته. هتعمليه على طول والله، عملته بطريقه سهله. لو انت جربتيها تعمليها على طول ان شاء الله. بصوا، ما شاء الله، كشري الف هنا وشفا على قلبكم. بصوا ما شاء الله، هتلاقيه متكون من كل حاجه، والدقه دي حكايه. بصوا الكشري ملهوش اي حل، والعدس بجبه والاكله الجميله هقول لكم دلوقتي تفاصيلها كلها. هقول لك كل التفاصيل دلوقتي، والبصل المحمر المقرمش الجميل وكل التفاصيل. اول حاجه كده طاسه على النار، وكنت مقطعه البصل الحلقان كله. الكميه اللي معاكا كلها كده حمريها كده، تسيبيها بس ايه لغايه ما لونها ده يصفر نهائي. دي اول خطوه بتتعمل في الكشري اصلا. وبتجيبي حله تانية تعلقي على العدس بجبه. ده كيس العدس بجبه، 8 كيلو على قدك انتي وبيتك، انتي اللي عارفه انتوا كام نفر هتعملي على قده. وبرضه علقت على الميه السخنه بتاعه المكرونه. بس البصل كل شوية تجيبي المتحمر اللي تحت من الجناب لفوق كده، عشان ما يبقاش متحمر حبة وحبة لأ يعني. والعدس بجبة بقى ده، والمكرونة كمان المشكلة الصغيرة على الطويلة، كله على بعض. هنا بقى البصل بدأ يحمر اهو، بس أنا لسه عايزاه يحمر خالص. أصفيه في مصفى، واخد الزيت بقى ده. الزيت ده اللي هعمل بيه كل حاجة دلوقتي هشتغل بيه. حطيت شوية زيت صغيرين وهنزل بالثوم، يعني في حدود كده ايه شوية توم حلوين يعني، واحمرهم كلهم لغاية بقى مديني لون حلو. اهم حاجة شوية الكزبرة، شوية كزبرة ناشفة كده على التوم، وتسيبها تحمر خالص. تكوني مجهزة كل حاجة جنبك، شوية الخل بقى اللي انت هتحطيهم، والتوابل. التوابل عبارة عن ايه بقى؟ هقول لكم بعد ما احط الخل عشان التوم. حطيت شوية خل حلوين كده في حدود كوباية كبيرة، وسيبه ياخد غلوة مع المرقة والكمون والملح والفلفل. احط التوابل كلها بس كده مع بعض الاول، هسيب بس ياخد غلوة واحدة كده، وهنزل بالصلصة اللي انا عصراها ومصفيها. وانا خدت كده قرنين شطة حراقين، حطيتهم برضه عشان تبقى حراقة قوي، عشان بحبها سبايسي كده. يلا يا جماعة، اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك في القناة. نزلت بقى بالطماطم وهركنها على عين تانية، واسيبها تتسبك خالص. دي خدت شوية زيت برضه، واحمر الشعرية. انا لغاية دلوقتي لسه معملتش الرز، انا بعمل الحاجات ايه السهلة الاول. الشعرية كلها حمرها. شوفي بقى انت برضو الكمية اللي انت عايزاها، عشان احنا كمية كبيرة عيلة، لازم اعمل كمية كويسة. هقلب كل ده مع بعض تقليبة كده، هقلبه كله مع بعض لغاية ما يديني اللون الدهبي. وهنا بقى العدس بجيب بقى انزل عليه بشوية كمون وشوية خل وشعرة ملح، واقلبه كله، وافضيه في طبق لوحده برضو. ودي المكرونة اللي انا سلقتها هنزل عليها بشوية زيت برضو، واديلها تقليبة وانا معلقة عليها تسخن شوية. ممكن تكون المكرونة ما استوتش كده كده، بس ايه برضو اقلبها خالص. نعمل الرز بقى، والشعرية معايا بقلبها برضو كل شوية. نزلت بشوية زيت، شوية كمون. الزيت بقى كله بصل، اللي كنت محمرة فيه البصل اصلا هو ريحته كلها بصل، يعني مش هحمر بصل تاني ولا الكلام ده كله. نزلت بقى هنزل بالتوابل كلها، المرقة برضو والكمون والفلفل، كل التوابل على بعض. تعال نحط اول نسقي الشعرية شوية مية كده عشان تستوي. قلت احطها في حلة عشان تستوي اسرع يعني. وهنا بفضل مرقة دجاج للرز.
رز بالعدس الأصفر بقى، كده حطيت كل التوابل بتاعتي، وادي تقليبة كده بس. هنعمل ايه بقى تاني؟ نكون محضرة بقى الرز بقى، الرز بالعدس غسلاه وركناه في جنب، واخد دي غلوة كده الأول. بصوا الغلوة، ومعايا هنا بقى شوية الزيت الفاضلين، انا مش هعمل حاجة تاني، اقسمهم على التلات حلل كده، قسمتهم واغطيها خلاص، وهنزل بالرز كده بقى. الرز هينزل دلوقتي على في الحلة اللي انا هغلي فيها المية بالتوابل بس. خلاص كده، واديها غلو بس. والله الاكل ما بياخد ثواني اصلا معايا، يعني انتي وشطارتك هتعملي كل الحلو كله لعيالك. برضو جبت كام، لقيت برضو الصلصة مش حامية، جبت بقى شوية شطة حاملين برضو تاني، قطعتهم قطعتهم كلهم كده. بعد ما قطعتهم بقى، حاطة بقى، هحط التوابل دي، الدقة الجميلة اللي محدش يقدر يستغنى عنها. دي اخر حاجة، الرز خلاص استوى والصلصة كل حاجة استوت معي، وهتبلها. كله يقول لي ايه اللي في إيه اللي في الحلة دي، بيدوها اتهبلوا على طعمها صراحة. هي دي اصل التوابل الدقة اللي بتعمل كده. يلا يا جماعة، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. هحمر بقى الشطة مع الثوم مع كله كده مع بعض. حمرته كده اداني اللون الذهبي كده، وهنزل عليه بخل وليمونة. وتسيب الليمون، ما ترميش قشر الليمون، انا غاسله الليمون اصلا من بره بس. وكوبايتين ميه بس كده، ما خدتش وقت يعني. كده بصوا، عرفتكم الكشري. الكشري ده بتاع المحلات، ولو احلى من بتاع المحلات. يعني انا اكلت بره كشري ما عجبنيش، وبأقل تكاليف. يعني لو انت عملت طبق كده كشري هيكلفك الشيء الفلاني، هتعملي في البيت مش هيكلفك حاجة، وأكبر طبق عملته مشكل من جميعه، كل حاجة موجودة عندك اهي، الصلصة والشعرية والمكرونة والبصل بقى والتحبيشة كلها. بصوا، تعالى نجرب في طبق كده سوا مع بعض الرصة الجميلة بتاعتي. الرز كده، الصلصة بقى كان قاعد يبص عليا وانا بعمل الأكل. ولازم شوية المكرونة المظبوطين كده على شوية الشعرية، وشوية العدس بجبة. بصوا للبعض، تسلم ايديا، ما شاء الله. والله العظيم لو جربتها هتعجبكوا اوي. وعملت احلى غدوة. الطبق ده لو انت جلتيه بره هيقولك 60 70 جنيه. عملته الكفالة الاكل كام يوم. يلا، اللي ما عملش لايك يعمل لايك ويشترك في القناة، ومتنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم على خير، مع السلامة.